كيفاش نجيب العائله ديالي من المغرب في هاد المسوده الجديده ديال قانون الهجره؟ واش هضروا على هاد الشيء؟ واش كاينه شي اوبورتونيتي او لا فرصه انني نجيب العائله الثانيه، يعني ماشي الاخ والاخت وانما العائله الكبيره، الابن العام، ابن الخاله؟ واش كاينه هاد الامكانيه؟ واش هضروا عليها؟ ثاني حاجه كاتالوغو ديال ديفيسيو كوبرتورا، واش هضروا عليه؟ يعني واش هضروا على كيفاش يجيبوا الناس من المغرب عن طريق العقد ديال العمل في هذه المسوده الاوليه ديال قانون الهجره اللي من المفترض انها ترى النور قبل نهايه السنه ديال 2024. هادشي كله سولتونا عليه في الفيديو اللي فات. السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. كما كنقول دائما قبل بدايه اي فيديو، التفاعل ديالكم مهم جدا في هذه الحاله. كنتمنوا انكم تشاركوا هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس، تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم الجديد. وإلا بغيتوا دائما يوصل لكم الجديد في تيك توك وانستغرام، كنزلوا فيديوهات مختصره باللغتين العربيه واسبانيوليه بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا اكثر. نبدا بها، هذه فقط مسوده اوليه او مشروع قانون اللي من المفترض انه يكون في الاشهر المقبله. فوقاش غيصادقوا على هذا القانون حتى واحد ما عارف، من غير انه ممكن يصادقوا عليه قبل نهايه هذه السنه ديال 2024. اذا السؤال كان كيفاش نجيب العائله ديالي من المغرب مثلا، في حاله ما الا كنت في المغرب وانا عندي جنسيه اسبانيه. واش هضروا على هذا الموضوع؟ طبعا في المسوده هضروا على بزاف ديال البنود وشملت جميع القوانين اللي عندها العلاقه بالهجره او لا باكسترانخيريه. هضروا على الطلب، هضروا على المخيرس اللي كيتعنفوا، يعني في هذه المسوده هضروا على كل شيء. فقط حنا كنحاولوا نبسطوا لكم اللي غادي يهمكم اكثر. اذا عندك العائله في المغرب وبغيتي تجيبها، شنو كان قبل ممكن انك تعمل؟ في القانون اللي فات كان ممكن انه تجيب فقط العائله القريبه، بحال الاب او الام او الابن اللي هو اقل من 18 سنه، او الزوج او الزوجه. يعني هادو فقط اللي كان ممكن انك دير لهم او لا تعمل لهم الريغروباسيون فاميليال. حاليا الوزيره كتهضر على واحد القانون جديد اللي باغيين يديروه، واللي كيشمل جميع العائله ديال اي شخص عنده ناسيوناليتي اسبانيولا. يعني بغاو يمجزوا ما بين جوج ديال القوانين، الريغروباسيون فاميليار و الرايغو فاميليار، يمجزوا بيناتهم ويجيبوا العائله القريبه وحتى العائله اللي هي العائله الصنف الثاني ديال. ولكن لحدود اللحظه هذه فقط مسوده، ومن المحتمل انها تكون في الايام المقبله. كنتمنوا ذلك حتى حنايا، حيت في الحقيقه غادي تهون على بزاف ديال الناس اللي بغاو يعاونوا عائلته. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه هضروا كذلك على واحد النقطه اللي سولتونا عليها في التعليق في الفيديو اللي فات، كيفاش يجيو الناس بالعقود ديال العمل. حنا كما عارفين اسبانيا عندها واحد الكاتالوغو ديال ديفيسيو كوبرتورا ديال النوع ديال الحرف والاعمال اللي ممكن يجيبوا فيها الناس من المغرب. مثلا كنعطي فقط مثال بالمغرب باش يخدموا هنايا في اسبانيا. وهذا الكاتالوغو كيتصدر كل 6 شهور، يعني في العام كيكونوا جوج. علاش كيديروه؟ حيت كاين واحد الخصص كبير في اليد العامله في هذه الحرف والمهن هادو، ولكن معظم الحرف اللي كينزلوهم كيكونوا حرف عامه ودبلومات كبيره اللي خاص تكون عند الشخص. واخا الحرفيين كيطلبوا الحرفيين المهنيين، يعني اللي عندهم دبلوم وعندهم تجربه. وباش تخصصي في هذه المهنه هذه كتكون صعيبه شويه، حيت كاين الناس اللي هما حريفيه كبار ولكن ما عندهمش الدبلومات، واخا عندهم تجربه وما عندهمش باش يثبتوا هذه التجربه. باش يسهلوا هذا الموضوع هذا، وحيت هما المستفيدين الاولين من هذا الشيء كله، حيت الا جابوا اليد العامله من برا غتنقام لهم ارخص من اليد العامله اللي كاينه. وحتى ماشي غير على ارخص، وانما ما كايناش هنايا هذه اليد العامله او الحرفيه اللي هما بروفيسيوناليست بحال اللي كاينين عندنا حنايا في المغرب. على سبيل المثال كيقترحوا انهم يديروا واحد الكاتالوغو مقسم على 17 جهه، يعني اسبانيا فيها 17 جهه، يقسموا هذا الكاتالوغو هذا. الجهه ديال اندلسيا بوحدها، الجهه ديال كاتالونيا بوحدها، مدريد، مورسيا، يعني كل جهه يديروا لها كاتالوغو خاص بها بعد ما يدرسوا السوق ديال ديك الجهه ويشوفوا الخصائص اللي كاين عندهم والمهن اللي ممكن انهم ينفعوا ديك الجهه. ماشي بحال دابا الكاتالوغو كيكون واحد الكاتالوغو عام، كاين ديال الجهات اللي مثلا مالاغا طالبينها شنو طالبين، غرناطه شنو طالبين، ولكن في الحقيقه هذا الشيء ما كيشملش الجهات كاملين. داكشي علاش
في هذا الكتالوغ الوزيره كتقترح يكون كتالوغ مقسم على الجهات ديال اسبانيا كاملين، ومع دراسه ديال كل جهه، ويشوفوا مثلا الناس اللي هما في السياحه يجيبوهم في الجهه ديال اندلسيا، باغي الناس ديال الفلاحه يجيبوهم لجهه اخرى، باش هكذا يكون واحد التوزيع عادل، وكذلك يكونوا الفرص اكثر لهاد الناس اللي باغيين يجيو عن طريق الكونتراتوس ديال تراباخو. كنتمنوا هذا الشيء كله يكون في ارض الواقع، حيت كما قلت لكم في البدايه هذه فقط مسوده اوليه ديال القانون اللي من المفترض انه يكون قبل نهايه هذه السنه. قبل ما نكمل لكم، شاركوا هذا الفيديو باش تعمل فائده، حيت كندير واحد المجهود كبير باش هكذا نبسطوا لكم المعلومات ونوصلوها لكم بهذه الطريقه هذه، وباش تعمل فائده، وحتى تعرفوا نتوما فين غاديين في الايام المقبله، اولا شنو اللي غيجي في الايام المقبله. ما بغيناش نخليو حتى ينزل القانون عاد نشروه لكم، باش هكذا حتى نتوما تكونوا ماشيين مع هذه المسوده نقطه بنقطه. والا بغيتوا تعرفوا تفاصيل اكثر على اي بند من بنود هذه المسوده، ما تنساوش بانه ممكن انكم تكتبوا لنا في التعاليق وتخليوا لنا اسئلتكم، واكيد في الفيديوهات الجايه غنجاوبوا عليها كامله. نلقاو في فيديو جديد وفي معلومات جديده من هنا لتما. السلام عليكم.